السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مورو سيليبريتي على قناتكم مورو ترند. جدة الشرقية إلى جميع المغاربة. الجزائر تنبطح أمام المغرب في اجتماع بمدريد بقيادة أمريكية. كيف يعقل أن السيد عطاف يأتي منبطحا إلى القنصلية أو السفارة الأمريكية بمدريد ويجتمع مع نظيره ناصر بوريطة، والجزائر قاطعة للعلاقات المغربية الجزائرية دبلوماسية. هذا يبين قوة المغرب وقوة أمريكا وقوة صناع القرار للضغط على الجزائر المنبطحة. الجزائر تاع عمي تبون اللي ما عندهمش النيف، عندهم النيف غير على الشعب تاعهم المبردع اللي يبردعوا فيه كل يوم. وبغيت نقول لكم الشعب المبردع من بعد قرار مجلس الامم اللي ما تستعملش فيه الفيتو ديال اي دوله من الدول العظمى سواء امريكا او الصين او روسيا او فرنسا او بريطانيا الى اخره. الان تاتي امريكا وبعد زياره المستشار الى شمال افريقيا الى الجزائر بالضبط، وبغيتوا تخلقوا ديك شويه نتاع الفتنه في الحدود مع فيكيك، وضربتوا هذوك الناس من جهه السعيديه حكاو الواد في التهريب وكذا باش تغيروا المنظور ديال الشعب الجزائري والشعب المغربي. ولكن حتى واحد هذه المره ما داها فيكم، فانقلب السحر على الساحر. دورتوا على مشكل مع دوله الامارات اللي هو ليس له اساس من الصحه. المهم الجزائر نيفها تمرغت في التراب، تبهديله 50 عام باي باي ديال خسر الفلوس على بوليزاريو، وفي اخر المطاف قالت لك هي ماشي طرف اساسي، والان اصبحت تجلس مع المغرب على الطاوله كطرف اساسي في النزاع لحل قضيه الصحراء الغربيه المغربيه جغرافيا، خوفا من الكلام على الصحراء الشرقيه المغربيه. السلام عليكم.